مصطفى شخص صاحب مشاريع ومحقق نجاحات ضخمه. مصطفى شخص مجتهد وجايبها من تحت قوي عشان يوصل للي هو فيه. لسبب ما في فتره من حياته خسر ثروته. مصطفى بقى عشان راجل فهمان ركن الاكتئاب كله على جنب ورجع يشتغل من تاني، حقق نجاحات تانيه واكبر واسرع من الاول. الذاكره العضليه بقى بتعمل نفس اللي مصطفى بيعمله ده بالظبط. اكتسبت مهاره، اكتسبت كتله، مخك بالجهاز العصبي بمراكز التحكم في العضلات، كل دول فاكرين انماط الحركه اللي انت عملتها في الجيم، بالتالي تقدر ترجع لمستوى حجمك وقوتك اللي كنت فيه اسرع بكتير. طب هي بتقعد قد ايه؟ من الاخر كده انا هموت واعرف. العلماء بقى هنا انقسموا لنوعين، واحد قال لك العضلات تقدر تبقى فاكره لمده 15 سنه، كتير. التاني بقى قال لك لا، ده العضلات لما بتكتسب حاجه الحاجه دي بتفضل دايما مدى الحياه. ده بالنسبه لمراكز التحكم في العضلات. طب بالنسبه للجهاز العصبي والمخ ايه ظروفهم يعني؟ للاسف مفيش مصدر حقيقي مأكد لك عدد سنين ثابت، لكن برضه اطمن بتقعد لعدد سنين كبير جدا كذلك. انت لو فضلت 5 سنين تعمل فورمه وقعدت الاصابه مثلا وركنت حوالي 4 شهور وحبيت ترجع، كل اللي انت عملته قبل كده تقدر ترجع له اسرع بكتير في فتره تتراوح من شهر لشهرين. كل ده على حسب التزامك بالدايت وبالتمرين. واللي انا بحكيه ده قصتي الشخصيه ورحلتي مع الغضروف والصليب. ما تنساش بقى تبعت الفيديو لصاحبك اللي راكن من ايام كورونا بحجه انه خايف ما يرجعش المستشفى.